إثباتا للحق. عطني يا أستاذ جمال ولعلك تعلق عليها. طيب، ودنا نعرف يعني أين موقع هذه وما ترمز إليه هذه الصورة. نعم. الصورة تشرح نفسه وتعلق على نفسه. هذه الصورة في أحد شوارع البحرين، والذين يرفعون هذه الصورة هم وللأسف بحرينيين بالاسم، ولكن الانتماء معروف لمن؟ لحزب اللات كما هو مرفوع علمهم، ولساسات إيران. هؤلاء يدعون أنهم وطنيون أو أنهم يحبون البحرين ويرفعون علم البحرين وشعار البحرين. هؤلاء بحرينيين. البحريني الذي لا يغار على بلده لا يغار على عرضه، وهذا عرضك يا بحريني، فكيف ترفع شعار خارجي وترفع صور ساسات وقيادات خارجية؟ هذا إثبات، والوضع في البحرين لا يحتاج إلى إثبات، ولكن للواقع وللحقيقة وللتاريخ. وكمان نشاهد في إعلام بحرينية وسط حتى تؤكد أن في مملكة البحرين. أحسنت. كما أحب أن أشير إلى هذه الإعلام يا شيخ خالد. نعم. علم البحرين فيه 5 أسهم. 5 أسهم. نعم. ال5 الأسهم هذه أركان الإسلام. الله. ترمز لي أركان الإسلام ال5 وأركان الإيمان ال5. إنما هذه الإعلام المرفوعة كلها تضليل. نعم. هذه 12 سهم ترمز لي الأئمة ال12 ولمذهب الاثنى عشرية. هذا تدليس للرأي العام، تدليس للرأي العام. عندي صورة ثانية. هذا كذلك صورة أستاذ جمال. نعم. الآن على الشاشة أشوفها. نعم. الآن في صور تعرض على الأخوة المشاهدين، ونتمنى من الأستاذ جمال أن يعلق على ما يرى. نعم. هذه صورة حسن نصر الله. حسن نصر الله معروف، ومعروف بأنه كما يدعي بأنه حامي حمى الإسلام، بينما هو أمين لإسرائيل وحامي حمى إسرائيل وحامي الحدود الشمالية الإسرائيلية. نعم. هذه في أحد شوارع البحرين، وأعتقد أنها موجودة عندي هذه الصورة. نعم. وهذه في شارع جد حفص عند دوار المستشفى الدولي، مستشفى الدوار الدولي في الخلف. الدوار واضح خلف الصورة. خلف الصورة. نعم. الدوار ذا شو اسمه؟ دوار أعتقد لأنه يؤدي إلى المستشفى الدولي، فإحنا نسميه دوار المستشفى الدولي. ممتاز. وهم قادمين إلى قرية جد حفص، آتين من شارع البدية، وهذا في أحد تجمعاتهم، ورافعين صورة الخميني وخامنئي وساسات إيران وعلم حزب اللات، والعلم البحريني يبين واضح. نعم. اللي هو أنهم يدعون أنه العلم البحريني، بينما هو ليس العلم البحريني. ولإثبات الحق، علشان أقول لكم لو تلاحظون يا مشاهدين، العلم الموجود هذا العلم شوفونه 12 سهم وليس 5 أسهم. لعلنا نشير على الأسهم لعل بعض الأخوان الذين لا يعلمون. نعم. هذا المثلثات البيضاء. نعم. نعم. ترمز إلى 12 إلى عقيدة الاثنى عشرية معروفة، أئمتهم الاثنى عشر. وهذه كلها أعلام حزب الله أو حزب اللات، وهذه صور ساسات قم. فشوف التدليس. وعلم إيران كذلك ننظر، ولا الأخ المخرج يعيد الصورة، تعيد الصورة أخ الأستاذ عبد الله. نرى في الزاوية السفلى علم. نعم. أستاذ جمال. نعم. نعم. موجود كهوة. إيه نعم. هذا علم إيران. إيه نعم. أين الولاء لهذه البلد التي ولدتم على أرضها وترعرعتم فيها ودرستكم وصرفت عليكم الملايين؟ فأين ولائكم؟ أين ولائكم
طبعا هذه الصورة عشان تعرفون أن ولاءهم ليس للبلد أو للعرق، إنما ولاءهم عقائدي، ولاءهم عقائدي، ولاءهم لإيران، ولاءهم لإيران. فهذه اللوحة مرفوعة أمام دوار مجلس التعاون، أو ما يسمونه الآن دوار اللؤلؤة. لعل المخرج يأتي بالصورة. طيب لعلكم تظهرون حتى الأستاذ جمال يعلق عليها. أنا مؤكد معلش يا أستاذ جمال. تفضل. يعني رأى هذه العبارة الأستاذ جمال الآن أمامنا على هذا المنبر، على هذه الطاولة، رأى هذه العبارة بهذا النص، ومن يحملها في مجلس في دوار مجلس التعاون. كما أنهم علشان يدلسون على الناس قالوا بأن هذه الصورة يعني مفبركة، وجاب صورة ثانية كتب عليها عبارات وطنية أو مطالب وطنية، والصحيح أن هذه الصحيحة وتلك المفبركة. وهذا ما يؤكد الأستاذ جمال. نعم. نعم. وأنا مسؤول عن كلامي ومسؤول عن الصورة. جيد. يعني الانتماء واضح، والدعم أكد كثيرا أنها أجندة خارجية.